بابايا راجل طيب جدا، حتى واحنا معناش فلوس كان على طول بياخد باله مني. وأول ما أنا كنت بعيط كان بياخدني ويدور ازاي يشربني لبن. كان بيشوف حتى آخر عبوة لبن في البيت كان بيديها لي كلها عشان أبقى مبسوط، ويحطني في السرير بتاعي وياخد باله مني. حتى لو في أسر تانية معاها فلوس والأب بيبقى فرحان بولاده وبيعرفوا ياخدوا بالهم من بعض، أنا برضو كنت مبسوط في بيتي مع بابايا. لما بقوله جعان بياخدني ونروح نبص على أكل. طبعا مفيش أكل في البيت خالص. أنا مش زعلان، أنا بس بقوله أنت كمان مش من المفروض تزعل عليا. هو راح جاب لي تفاحة من على الشجرة ورحنا كلنا التفاحة وكنت مبسوط جدا. قاعدين ماشيين مع بعض وأسرة تانية راحت مطرطشة علينا مية، بس بابايا كالعادة هو اللي بينقذني، أنا بحبه جدا. واحنا بنتمشى شفنا واحد بيبيع بيتزا ريحتها حلوة جدا، وفي نفس الوقت الأسرة التانية برضو كانوا محتاجين البيتزا. الراجل اداله فلوس كتيرة واخد كل الأكل اللي عنده واحنا ما لقيناش حاجة ناكلها. هما كانوا فرحانين، أنا زعلت من تصرفهم، بس البنوتة كانت جميلة وعزمت عليا إن أنا آكل معاها. بابايا كان مبسوط بيها ومبسوط إن هي بتساعدني، بس مامتها أخدتها بعيد. وفجأة كان في حصان بيجري ناحية البنت، أنا أنقذتها عشان هي كانت بنت جميلة. وفي نفس الوقت كان في حد شرير كان بيبص على البنت بتعمل ايه. اهلها ما خدوش بالهم ان انا انقذتها وقالوا لي ابعد عنها عشان ما توسخهاش. ينفع كده؟ لا طبعا ما ينفعش خالص. ايه ده؟ ايه البنت الشريرة دي اخدت البنت التانية معاها، ده حاجة وحشة جدا. انا بابايا كان بيعلمني ازاي اعمل رماية وانا صغير عشان اعرف اخد بالي من نفسي واخد بالي من اللي حواليا. وفجأة لقيت الست الشريرة عايزة تخطفني زي ما خطفت البنت التانية. أنا كنت خايف جدا وبجري، بس هي كانت بتعمل مجهود جامد جدا. بس بابايا دايما بيقف لأي حد، وهي قعدت تحاول تضربني بس بابايا كان واقف لها، وبابايا أنقذني بس هو اللي اتعور فيها جامد. وهي برضو راحت اختفت. أنا قلت بابايا ده هو السوبر هيرو بتاعي، بس هو كان تعبان قوي بعد اللي حصل فيه، فحاولت اروح اي حتة عشان اجيب لنا اكل. ما لقيتش غير بيت الناس الاغنياء دول. الراجل قال لي ازاي تخش بيتنا، اطلع بره بيتنا، بس الدنيا كانت بتمطر جامد بره وانا كنت خايف. البنوتة الجميلة كالعادة هي انقذتني وقالت لي تعالى معايا، جابت لي اكل وقالت لي هجيب لك حتة تنام فيها لغاية الصبح. هي كانت كويسة قوي معايا وانا مبسوط ان لقيت حد ياخد باله مني. انا كنت تعبان قوي ووقعت في المية وكنت هغرق لولا الراجل الطيب ده اللي على شكل ليمونة. الليمونة دي انقذتني. تخيلوا. سألته اذا كنت انا مت، بس قال لي لا انت كويس، انا مدرس عندك في المدرسة، انا هاخدك مدرستي معايا. وكان بيعلمني الحاجات الكويسة وكان بيخليني شاطر. الست الشريرة رجعت تاني بصت عليا من الشباك، او انا بيتهيألي، انا مش عارف ايه اللي حصل، بس انا شفتها في الشباك. هي البنوتة دي راحت عند باباها وانا المدرس خدني معاه. والست الشريرة دي كانت عمالة تخطف كل الأولاد. أنا عارف إن هي شريرة بس أنا مش هعرف أعمل لها حاجة عشان هي خدت مني بابايا، وأنا خايف تاخد مني المدرس ده كمان. هي ضربت أبو وأم البنت التانية وأخدت البنت التانية. أنا قلت له لازم نتصرف، البنت دي دايما بتنقذني. هي راحت في حتة تانية خالص أنا مش عارفها، بس أنا قعدت أدور على الطريقة اللي أنا أعرف فيها آخد أسيطر على الست الشريرة. ورحت متحكم في بنت اللي هي خطفتها أول واحدة وخليتها تبقى معانا، وهي قالت لي إن هي هتساعدني إن احنا نوصل للناس التانية، بس هي كانت بتضحك عليا لأنهم خطفوني وخدوني معاهم المكان الغريب ده. بس الحمد لله الراجل الطيب اللي هو الليمونة عرف يستخبى ويجري وراهم من غير ما ياخدوا بالهم. هم حاولوا يضربوه بس هو عشان هو ليمونة قوية عرف يضرب البنت الشريرة، والست التانية الشريرة جت تنقذها. هو لقى نفسه لوحده بس شرب من مشروب الطاقة اللي هما بيعملوه وبقى قوي زيهم وقعد يضرب فيهم لغاية لما غلب البنت الصغيرة. والأب والأم بتوع البنت اللي اتخطفت معايا
كانوا بيحاولوا ينقذوها، بس هما ما كانوش عارفين ينقذوها لأن الست كانت شريرة قوي. بس الراجل بعد ما أخد الدواء بتاع القوة ده بقى قوي زيهم وعرف يضربها. هي البنوتة لقيتني متجمد، راحت فكتني وفكت كل أصحابنا وعرفنا نهرب من مكان الست الشريرة. أنا بابايا كان علمني الرماية فعرفت أضرب الست الشريرة وكلنا قعدنا نضرب فيها لغاية ما موتناها. وهي دي النهاية السعيدة للفيديو بتاعنا. انتوا كمان لو عملتوا إعجاب بالصفحة هتبقى نهاية سعيدة.